تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس الوزير المنتدب في الداخلية الشرق إدريس اليوم اجتماعا بوزارة الداخلية خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع وضعية أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان الكريم. اللقاء الذي عقد مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة وعدد من المتدخلين أكد على ضرورة مواصلة وتكثيف العمل فيما يخص تزويد الأسواق وتتبع وضعية التموين والمراقبة. هدى سهل والعربي النهيري. وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ستتسم خلال شهر رمضان بوفرة المواد والمنتجات وبعرض يستجيب للحاجيات. هذا ما تم التأكيد عليه خلال هذا الاجتماع التنسيقي الذي سطر مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تأمين حاجية السوق الوطنية وتعزيز آلية اليقظة لضمان السير العادي للأسواق بمختلف المدن والقرى. اللي يمكن لي نأكد لكم أنه غتكون الوفرة ديال المواد الأساسية اللي فيها الاستهلاك إما في شهر رمضان إما في الصيف. كل ما تقال أنه غيوقع زيادة في البوطة كذوب، ماشي صحيح. البوطة محددة حددتها الحكومة في 40 درهم. الأهمية ديال هذا اللقاء هذا كيحفزنا على اتخاذ واحد سلسلة من الاجتماعات على مستوى القطاعات الأخرى المعنية من أجل التتبع اليومي لحالة التموين، خاصة المواد اللي كيكثر عليها الاستهلاك خلال هذه الفترة هذه. اللقاء وقف أيضا على الإجراءات الاستباقية التي سيتم اتخاذها لتأمين حاجية السوق وتدارك أي خصاص قائم أو محتمل، خاصة في بعض المواد كالقطان والبيض والتمور. كانت هناك بعض التدابير وبعض إجراءات استباقية من خلال إصدار مجموعة من المراسيم اللي كتهدف أساسا إلى إما تعليق الرسوم الجمركية أو التخفيض منها، تعليق بالنسبة للعدس وبالنسبة للحمص، والتخفيض من 40% إلى 10% بالنسبة للبيض. وفيما يخص الارتفاع الذي تعرفه اللحوم البيضاء، الأثمنة غادي تعرف واحد التراجع، يعني ما غاديش تبقى في نفس المستوى اللي هي عليه الآن، اللي الثمن ديال الخروج من الضيعه ما بين 17 و 20 درهم حاليا. هذه الاثمنه غادي تعرف واحد التراجع، يعني بفضل كما قلت لكم الاجراءات اللي خداتها يعني المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه، وكذلك بفضل يعني وضعنا واحد الاجراء اللي غادي يمكننا باش اننا نستوردوا يعني دوك الكتاكيت لي بوسان دان جور. وبخصوص سلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك، سيتم تكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجان المختصة حول مصادرها، شروط تحضيرها، تخزينها وتسويقها. العام اللي فات يعني تم إتلاف تقريبا واحد 1000 طن ديال 1100 طن ديال المنتجات، وهذا العام كنتمنى أنه ما نوصلوش لهذا الرقم هذا. وحنا الهدف ديالنا هو انه يعني المتدخلين والتجار يعني هما، لان في نفس الوقت كنديروا المراقبه ولكن كذلك كنديروا التحسيس. ولمتابعة أوضاع الأسواق عن كثب تم إعطاء تعليمات لإحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالة والأقاليم خلال الشهر الكريم، مع وضع أرقام هاتفية للاتصال من أجل تلقي والنظر في الشكايات المحتملة للمواطنين وللتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.